انفجرت قنينة غاز في الساعات الأولى من صباح السبت 15 مارس 2025 داخل مخيم عشوائي يأوي مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما تسبب في اندلاع حريق هائل هز منطقة المدارة الكبرى عند مدخل مدينة تيزنيت بالقرب من فندق باريس. وأثار الحادث حالة من الذعر في صفوف السكان المحليين والمهاجرين بعدما تصاعدت ألسنة اللهب ولامست الأسلاك الكهربائية المجاورة، مما زاد من خطورة الوضع هذا. وتدخلت فرق الوقاية المدنية على الفور مدعومة بالسلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية والقضائية، وتمكنت بعد جهود مكثفة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة. ورغم الأضرار المادية الكبيرة لم تسجل أي خسائر بشرية بفضل سرعة الاستجابة وتدخل الفرق المعنية. وقد بشرت السلطات تحقيقا ميدانيا لتحديد أسباب الانفجار، وسط ترجيحات تفيد بأن الاستخدام الغير الآمن لقنينات الغاز لطهي الطعام داخل المخيم كان السبب المحتمل. ويشكل هذا الحادث جرس إنذار جديدا بشأن الظروف الخطرة التي يعيشها المهاجرين الغير نظاميين في تيزنيت، حيث تفتقر هذه التجمعات إلى أبسط شروط السلامة والأمان.